اهلا بيكم يا دكاتره الكوره في حلقه جديده من دكتور كوره. غرامات وعقوبات على لعيبه النادي الاهلي، لازم تدخل من مجلس الاداره وتدخل من كل مسؤول اهلاوي عشان الجمهور دمه بيتحرق. اتمنى اللاعب اللي ما عندوش دم يسيب تيشيرت النادي الاهلي، عشان زي ما قلنا وهنقول تاني، تيشيرت النادي الاهلي لو تقيل عليك سيبه في غيرك احسن منك 1000 مرة ممكن يشيل تيشيرت النادي الأهلي. لكن لو أنت مفكر إن مفيش زيك فإحنا اللي عملناك وإحنا اللي هنعمل غيرك. الكلام ده لكل اللعيبة. أنا مش عارف إيه كمية البرود دي. إحنا اتفرجنا على مباراة الأهلي والداخلية، شوط أول كارثي من النادي الأهلي، مفيهوش أي حاجة. مفيهوش أي حاجة. شوط تحس إن أنت بتتفرج على فرقتين في نص الدوري. ده الأهلي؟ لا. ده الأهلي اللي إحنا نعرفه؟ لا. دي لعيبة النادي الأهلي؟ لا. لا في خطة، لا في فكر، لا في رؤية، لا في كورتين ثلاثة صح بيتعملوا. حاسس ان النادي الاهلي ضايع بمعنى الكلمة. مش لاقيه. تمريرات كتيرة غلط، كرات بدون عنوان. انا مش عارف ايه اللي حصل بعد كأس العالم. النادي الاهلي لسه مرجعش. هو ما فيش الا مباراة واحدة اللي هي مباراة اسوان، نزل وخلص بالثلاثة وكانت مباراة لطيفة ظريفة. انت خلي بالك، انت افريقيا، دوري ابطال افريقيا داخل عليك وانت الشغل السخن على دماغك، فما ينفعش ان انت تكون بالطريقة دي في كل المباريات. ونرجع تاني، خلي بالك احنا خسرانين الدوري مرتين ورا بعض. التالتة لا. لو حصل والاداء بقى وحش بالطريقه دي، لعيبه كتير لازم تمشي من النادي الاهلي. الخطيب لازم يتدخل. اول مره لو اتوقع عقوبات حاليا على لعيبه النادي الاهلي كل الجماهير هتبقى مبسوطه، بل كل الجماهير بتنادي ان اللعيبه ديت كله بلا استثناء يحصل عليه عقوبات. ممكن لو استثنيت حد بس ممكن اطلع لاعب ولا اتنين، مش اكتر. لما تيجي تقول لي على المباراه اللي انت استخدمت فيها المفروض اوراقك الرابحه في الشوط الثاني، نزلت لي محمد شريف وعلي معلول ومش عارف ايه وقفشه اللي انا شايفه ان هو والله العظيم بقى عالي على الفريق. قفشه يا عم انت بتاع القضيه ممكن، واحنا جميلتك دي شايلينها فوق الراس، ولكن خلاص مش هنعيش على الذكريات. وانت ما بتلعبش للنادي الاهلي ببلاش، وانت لحد دلوقتي ما خدتش ثمن القضيه ممكن دي 100 مره شهره ونجوميه وفلوس، وده حقك. لكن خلاص بقى ما تقرفناش. هتكمل بالطريقه دي ما تقرفناش، امشي. وزي ما قلنا تاخد صاحبك في ايدك محمد شريف وتتوكل على الله. محمد شريف اللي كان بيلعب النهارده وينج، مش عارف بيلعب وينج ليه. كولر يقول لك اصل ده مركزه الاساسي. لا، انت كده يا كولر بتفطس اللعيب، ملهاش حل او لها كلام غير كده. نخش بقى على الشوط الثاني. بس الاحداث اللي حصلت في الشوط الثاني، الهدف بتاع كهربا بقى اللي انا محتاج بقى، زي ما انا انتقدت وبهاجم اهو، محتاج اتكلم كلمتين عن كهربا. لاعب عنده مشاكل الدنيا، وكان قدامه واحد سليط اللسان مش سايبه في حاله وحاطط عليه، والنادي الاهلي في ظهره بس يعني متدارين شويه. والدليل ان احنا ما خلصناش موضوع كهربا لحد دلوقتي. اي نعم هو بيخلص، بس لحد دلوقتي هو لسه ما خلص، لسه متعلق. تعال نشوف بقى ايه كهربا واللي عمله. كهربا لعيب بيلعب 8 مباراة على التوالي، بيسجل لحد دلوقتي 4 أهداف ويعمل أسيستين، يعني مساهمة أهداف 6 مساهمات من أصل 8 مباريات. يعني كهربا لعيب معلش ده تدفع فيه 2 مليون دولار، زي ما انت رايح تجيب لنا لعيبة ما نعرفش أساميها ايه. زي مثلا لحد دلوقتي احنا لحد دلوقتي موضوع سافيو نسمع كلام يودينا يمين ونسمع كلام تاني يودينا شمال، واحنا لسه مش مستقرين. طب سافيو مش هيلعب، طب والفلوس، طب واهدار المال العام اللي بيحصل ده مين هيحاسب عليه؟ انا بتكلم بكل موضوعيه. بتلاقي ان مثلا كهربا، حسين الشحات هم اللي ظاهرين، معاهم مين بقى؟ احسن الوحشين القندوسي، جوده زي ما قلنا. بس انت حلو وسط وحش، مش هتبقى بارز، مفيش حد هيساعدك ان انت تطلع وان انت تكون لعيب نص ملعب، لعيب جودته حلوه. ولكن الاهلي كان في حاله سرحان. اللعيبه دي لو هتفضل سرحانه كده كتير ده مش هينفع ومش هنقبل بيه. والله احنا كجماهير مش هنقبل بيه، عشان احنا محروق دمنا واللعيبه مش حاسه على دمها. عندك رامي ربيعه عايز يتساوى بالشناوي،
هقول لك دلوقتي. لكن تيجي في الدقايق الاخيره خالص ويغلط رامي ربيعه غلطه شنيعه. انت بعد الجون الاول من الاخر استكفيت، مش عايز تكمل المباراه واستكفيت كده وكده، بارك الله فيما رزق، فنلعب بقى على الواقف كده وعلى الهادي. ماشي يا عم. يجي كوره رامي ربيعه، المفروض انت راجل خبره، المفروض انت زميلت مثلا في المكان ده وائل جمعه، صخره الدفاع المصري، زميلت اساطير فيه وحضرت ناس من الجيل الذهبي ولعبت وعندك خبره كبيره قوي، ان انت تتاخد الاخده اللفه دي وعدم التمركز الغلط بتاعك وان انت تسيبه كده ياخد الكرة ويلف بيها ويحطها في الجون. لا، انت فعلا مكانك الدكه، انت ما ينفعش تلعب اساسي في النادي الاهلي. ما هو انت كده ما ينفعش تلعب اساسي في النادي الاهلي. بل بقى التجديد او التجديدات اللي بتحصل في النادي الاهلي، تجديد العقود، انت عندك حسين الشحات ورامي ربيعه وايمن اشرف، الثلاثه دول في كلام كبير قوي ان الراجل عايز ماشي ان احنا نجدد معاهم. الاداره شايفه ان احنا طب يلا نتكلم. طبعا حسين الشحات بياخد 10 مليون جنيه، الفئه الاعلى في النادي الاهلي. رامي ربيعه بياخد 8 مليون. رامي ربيعه عايز يتساوى باعلى واحد في النادي الاهلي، اعلى فئه في النادي الاهلي بتاخد فلوس، واعلى واحد يقصد محمد الشناوي. اعلى واحد ده بياخد ايه؟ بياخد 11 مليون بعد ما زاد المليون الاخير، يعني 11 مليون ده بياخدهم الشناوي. رامي ربيعه عايز زي الشناوي 11 مليون. على ايه؟ على الحركه اللي انت خدتها دي. ده انت خدت لفه ما ياخدهاش عيل عنده 16 سنه بيلعب في مركز شباب. فانت ازاي تبقى مساك النادي الاهلي وبتتكلم في الفلوس؟ المهم ما علينا، وديت ارزاق والارزاق على الله واحنا ملناش دعوه بالارزاق. بس اطلب المستطاع يعني، او ورينا انت امكانياتك عامله ازاي، وانت ده امكانياتك فدي فلوسنا على قد امكانياتك من الاخر يعني. اخر حاجه بقى عايز اقولها بخصوص موضوع النادي الاهلي، وهو ان رجل المباراة كان امبارح كان كهربا، ولكن بعد التعادل اللي حصل فناس بس عشان قالت لك ايه كهربا ما جاش يستلم ومش عارف ايه. الفولت العالي كان رجل المباراة محمود كهربا، كان رجل المباراة، فبس ما خدش الجايزة او ما استلمهاش لان طبعا كانت الحالة سيئة جدا بعد المباراة، فبالتالي ان هو خلص ودخل غرفة الملابس، لكن ما فيش فيها اي اشكالية ولا فيها اي كلام. ده بالنسبة للنادي الاهلي. بالنسبة لنادي الزمالك لسه عارف الخبر ده حالا، ان اتحاد السلة قال، او اتحاد السلة منزل بيان، وانا شفت البيان فعلا وممكن كمان انزله لك تقريبا هنا. ان اتحاد السله بيقول ان نادي الزمالك مش هيكمل بطوله الممتاز في كره السله يعني، وبالتالي نادي الزمالك هينزل للدرجه الثانيه. نادي الزمالك من السيء الى الاسوأ في ظل عدم وجود استقرار حقيقي بيحصل في نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي غايب عنه التوفيق الفترة اللي فاتت دي بسبب التخبطات الكبيرة، ونادي الزمالك اللي وارد بنسبة 90% يطلع من بطولة او دوري ابطال افريقيا بنسبة كبيرة خالص خلاص يعني، بدون ما نقعد نحسب حسابات تبقى معقدة، عشان احنا مش فالحين غير في الحسابات المعقدة، لكن ان احنا نطلع سلام كده لا. والدليل ان انت عندك كوارث في الكره المصريه، كوارث بتحصل في الكره المصريه. شوف منتخب الشباب كلنا على دماغنا من السنغال لحد ما تروقنا. قلت لك في الفيديو اللي فات، قلت لك برضه احنا مصر منتخب مصر للشباب في بطوله بتتلعب، منتخب مصر كاس الامم الافريقيه تحت 20 سنه، وانت ما تعرفش عنها حاجه واحنا ما نعرفش عنها حاجه، وفعلا اتعملت واتعمل الافتتاح بتاعها كانه مولد شعبي او فرح شعبي، حاجه تكسف يعني وحاجه تعر. ولكن منتخب مصر بقى عرنا اكتر واكتر للشباب. ايه اللي حصل؟ ان احنا خلاص طق التعادل مع موزمبيق في المباراه الاولانيه. خلي بالك احنا اصحاب الارض طيب نيجيريا تلبنا، بعد ما نخلص من نيجيريا نخش على السنغال تروق علينا. السنغال واخدانا غسيل ومكوى في ظل تقريبا سنه ونص، غسيل ومكوى. فشختك في كاس الامم الافريقيه وطلعتك عشان تصعد كاس عالم تلعب مع السنغال، روقتك. خلصنا من كاس العالم، خش على الكرة النسائية، روقتك. خش على الكرة الشاطئية، روقتك.
خش على الشباب. الشباب بقى ده اللي هيغذي منتخب مصر الاول، او ده اللي هيغذي المنتخب الاول عشان نشوفه بقى في كأس العالم 26 وبتاع. ادي واخد 4-0. طبعا كل ده ليه؟ عشان مفيش اساس. طبعا هنعمل ايه؟ هنلوم على مين؟ هنلوم على المسؤولين. مين المسؤول؟ اول حاجه اقاله المدير الفني. خلاص تعودنا على الكلمه دي والله، حفظناها. اقاله المدير الفني، حلو قوي. هنقيل المدير الفني. الراجل اللي اسمه محمود جابر، كابتن محمود جابر، انا مش عارف مين اللي جابه وجاي بناء على ايه، وايه الاستراتيجيه اللي هو جاي يبنيها في منتخب. طبعا المفروض يعني ان احنا عندنا استراتيجيه، المفروض ان احنا عندنا اساس، بس احنا على الله حكايتنا. والله احنا على الله، احنا غلابه على الله، ما عندناش اي حاجه، عندنا فتي بس. طبعا حاسب المسؤولين؟ لا. اتحاد الكره فين؟ نايم في العسل زي ما احنا عارفين. قول لي انجاز واحد عزيزي المشاهد اتحاد الكره عمله. قول لي اي انجاز يخص الكوره. قول لي كده اي انجاز من ساعه ما اتحاد الكوره ده جه عملوا ايه؟ مش هتلاقي حاجه. ما عندكش اساس، ما عندكش بنيه تحتيه، فبالتالي مش هتعرف تكمل، فبالتالي مش هيبقى عندك اجيال. اخر حاجه سمعناها ان نادي الزمالك والنادي الاهلي زعلانين ان في كشافين تابعين لنادي ليفربول جم مصر وما عجبهمش حد من اللعيبه اللي تحت في الاهلي ولا في الزمالك. نطلع من دول نلاقي يقول لك والله في عمليه نصب. الكابتن مجدي طلبه كان ماسك مدير فني او مدير قطاع ناشئين في نادي اسمه مزارع دينا، فمزارع دينا ده اساسا ده كان اسمه وهمي واخدينه من نادي الدقي. المهم بيستفزوا ويستنزفوا اولياء الامور عشان ياخدوا منهم 5000 جنيه ولا 10000 جنيه ولا اكتر عشان عيالهم تتقيد في النادي عشان بس يلعبوا كوره. انت متخيل بنربي النشء على ايه؟ على الغش. بنربي العيال الصغيره على الغش. عندك كوارث وفضايح في الكره المصريه والله بلا حساب. لنا الله. ودي كانت كل الاخبار يا صاحبي اللي كانت معايا النهارده. فاتمنى لو انت جديد لسه في القناه فتنزل حالا تدعمني وتشترك في القناه عشان دعمك هو اللي فارق معايا. واشوفك في حلقه جديده يا صاحبي. ما تنساش تصلي على النبي، والسلام عليكم.